مساء الخير. ان شاء الله هنعمل النهارده احلى كشري مصري مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنعمله بطريقه بسيطه خالص، وبمقادير كلها طبعا متوفره عندنا في البيت. وهنبدا مع بعض الوصفه. اول حاجه عندي هنا ربع كيلو من العدس البني. آه نزلت عليه كده بكوبايه من الميه وهسيبه يستوي على البوتاجاز. بعد كده انا عندي هنا ربع كيلو برضك من الحمص. انا كنت نقعه قبلها بساعتين وسويته وسبته كده على جنب. عندي 3 بصلات وسط. انا هجيب المبشره ديت. دي موجوده عندي. تقطعها كويس، يعني تقطعها كلته بقد بعضه، فهقطعها فيه عشان ما يبقاش فيه بصل رفيع قوي وتخين قوي فيتحرق معانا وفي اللي لسه ما استويش. انا هنا قطعته كلته تقطيع واحد. انا طبعا هعمل كميه كبيره عشان كده انا عامله بصل كتير. فنزلت في كده ببوله، ونزلت ب4 معالق من الدقيق، عليهم كمان معلقتين من النشا. انا هنا كنت مجهزه الزيت بتاعي، اختبرته كده بواحده من البصل. و وصلنا لحد ما وصلت اللون ده واتحمر وبقى كلته شكل واحد. احطه كده بقى على منديل واسيبه على جنب. حضراتكم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. كان ناشف جدا وكان مقرمش معانا وطعمه حلو. انا عندي هنا بقى طماطم، كيلو من الطماطم. هنعمل الصلصه بتاعه الكشري مع بعض. ونزلت عليه، حطيت معلقتين من الزيت الاول، من زيت البصل صفيناه طبعا، هنستخدمه في كل الوصفات، في الطماطم وفي الرز وفي كل حاجه. نزلت كده بالطماطم بتاعتي وسبتها تتسبك. كمان عندي هنا ربع كيلو من الشعريه، وعندي كوبايه من الرز مغسوله ومنقوعه تقريبا ربع ساعه، وصفيتها كده وسبتها على جنب. في حله على النار هنزل كمان بشويه من الزيت البصل اللي احنا سبناه على جنب وصفيناه، وهحمر طبعا الشعريه بتاعتي. انا كده حمرتها لحد ما وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنزل بالرز بتاعي وهنزل بالملح وبس كده. انا حطيت مقدار المية كده، مقدار العادي. الشعرية بتاخد مية كتير، فلو زودناها سنة يعني هيكون مستوى معانا وهيكون كويس برضو. وهنا خلاص التقلية بتاعة الكشري كانت جاهزة معايا. نزلت بمعلقة من الملح، ومعلقة كمون كبيرة، ونص معلقة كزبرة ناشفة، وكمان ربع معلقة من الفلفل الاسود. قلبتهم، وكنت حطيت معلقة من الخل الابيض، وحطيت كمان معلقة من السكر، بس بصراحة نسيت اصوره. انا هنا هبدأ الدقة بتاعتي. نزلت برضو بمعلقة من الزيت بتاع البصل، ونزلت بمعلقة كبيرة كده من الثوم. هحمرها بس يعني مش هحمرها قوي، اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي لحد ما ريحتها بقى تطلع وتبقى يعني شمنها كده. هنزل بقى بكوباية من المية، كوبايتين من المية وكوباية من الخل. طبعا انت بتظبطي الملح بتاعك، بتدوقي طبعا الدقة وبتظبطيها زي ما انت عايزاها. وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم اللي احنا جهزناها. وعندي هنا مية غليانة. انا كنت مجهزاها طبعا وسبتها تغلي كده. وبعدين نزلت بالمكرونة بتاعتي، اول نوع اللي هي الخواتم الصغيرة دي. بعد كده نزلت بالمكرونة الاسباجيتي وقلبتهم مع بعض. وهنا خلاص كانت تقريبا الكشري بتاعنا خلص. انا هنا الرز بتاعي استوى، وهنا كمان الحمص صفيته وسبته على جنب، كان مستوي وبيتقشر معانا زي ما احنا شايفين كده. وعندي كمان الدقة بتاعتي خلاص جاهزة. وعندي الصلصة والعدس البني. هبدأ ان انا بقى اغرفه كده، هنزل كل المكونات. اول حاجة فردت طبقة من الرز، وبعد كده هنزل بالمكرونة بتاعتي على الوش كده. وتقدري بقى تزينيه زي ما انت عايزاه.
اتمنى ان انتوا تدعموني في القناة وتعملوا لي لايك وشير وتشتركوا طبعا عشان اي فيديو انزله يوصل ليكم. وبس كده.